ازيك يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايه اقولك على اهم قطع لازم تكون موجوده عندك في الدولاب علشان تقدري تعملي تقومه كتير او تغيري من لبسك بطريقه سهله وبسيطه. مش عايزين نرغي ياما، يلا بينا نبدا الفيديو. بس لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، لو اول مره تشوفوني سبسكرايب وتفعلوا رمز الجرس عشان يوصلكوا كل جديد بقدمه. ويلا بينا نبدا الفيديو. زي ما قلت لكم اول الفيديو ان احنا لازم يكون عندنا قطع ثابته في دولابنا عشان نقدر نغير ونعمل لبس كتير او اوتفيت كتير. فاول حاجه طبعا ثابته معانا صيف وشتاء هي الشميز الابيض باشكاله بانواعه. انا حرفيا مش بشيله من الدولاب، ولا صيف ولا شتاء ولا خريف ولا ربيع، مش بشيله اصلا من الدولاب لان انا بحتاجه كتير، لان ساعات في حاجات بتبقى هنا محتاجه مكملات حجاب، وبرده الجزء اللي تحت ده برده محتاج في حاجات بنحتاج نزود لها شميز ابيض من تحت. فالشميز الابيض او القميص الابيض عموما في الدولاب مش بشيله من الدولاب. طب ايه القطع التانية اللي احنا محتاجينها في الشتاء وانا شايفاها من وجهة نظري انا ان هي مهمة جدا جدا جدا؟ لان اولا بتغير شكل الاوتفيت، تاني حاجة ان هي خفيفة وفي نفس الوقت بتدفي وبتحسسني ان انا بغير كل مرة الحاجة بشكل مختلف. اول حاجة عندنا هنا اهو البيسك اللي بيبقى تحت الهدوم، اللي هو الخامة دي خامة صوف، بس صوف خفيف. هو خفيف بس بيدفي بطريقة مش طبيعية. وبحتاجه امتى بقى؟ فصل الربيع كده بحتاج البسه وعليه حاجات خفيفة من فوق، اللي هي النقلات دي، عارفين اللي هي الخريف، اللي هي النقلات بين الصيف والشتاء، بيبقى الجو ولا هو صيفي ولا هو شتوي، فبنحتاج الحاجات اللي هي بتبقى خفيفة بعض الشيء. فطبعا الخامة دي انا مش بستغنى عنها حتى كمان في الشتاء. طب ازاي انا بلبسها في الشتاء؟ طبعا بلبسها الاول اعمل عليها ايه، كارديجان جاكيت بتاع. انا مش بحب الحاجات التقيله اللي هي احس ان البلوفر انا لابساه تقيل، وهو الحاجات الشتوي من فوق بتبقى تقيله زي الكوت الكارديجان، الحاجات بتبقى تقيله عموما. فبحس لو لبست بلوفر هبقى ماشيه عامله كده ومش هبقى مرتاحه في الحركه بتاعه الايد. فبفضل النوعيه دي من البيسك، بحس ان هي تحفه وشكلها تحفه. مش بس عندي اللون ده، انا اللون ده طبعا قمه في الشياكه وبيليق على حاجات كتير جدا عندي، وبحبه لان هو بصوا هاف كول كده، مش بحتاج البس من تحتيه حاجه علشان اكمل الرقبه. تاني حاجه برضو نفس الشيء كده بس بالوان مختلفه، عشان انا برضو عايزه اوريكم كل الالوان اللي لازم تبقى موجوده عندنا في دول. طبعا في الوان اساسيه زي الاسود والجراي والابيض، دول اساسيين. انا بقى دول كل ما بلاقيهم في مكان مش بستنى اي لون بقى، اي لون قدامي ده تحسوا ان هو درجه من درجات الاصفر، بس هو مش اصفر صريح، هو درجه من درجات الاصفر زي ما انتم شايفين كده. بس العيب اللي فيه بقى ان هو الحوض ده، بس انا بعرف اتعامل معاه يعني، برجعه ورا، وساعات والله بلبس الحاجه كده. طبعا دي بداريها لان احنا بنلبس طرحه وكده، فبلبسها اللي ورا قدام واللي قدام ورا عشان اداري الحته دي. عندي منها كمان لون ايه، اللون الابيض، طبعا ده اساسي معايا. عندي كذا شكل برضو نفس الخامه كده، بصوا خامه خفيفه بس بتدفي قوي. طبعا لو عايزه تزودي حاجه من تحت تقلي بيها، لان في ناس بتسقع جدا، حاجات اللي هي بتبقى عامله زي الدفايات كده، بس انا يعني مش بتعامل معاها. حاجات زي بلوفر خفيف مثلا، في بلوفرات بتبقى صوف كده لو حابه تقلي من تحت الهدوم، في بلوفرات بتبقى خفيفه خالص كده صوف وبتتلبس من تحت الهدوم لازقه على الجسم، بس بتدي تدفيه فظيعه. عندي كمان لون الابيض برضو ده تاني، ده واسع كده، بلبسه على حاجات كتيرة جدا. بحبهم ليه برضو؟ عشان يعني مفهمكمش برضو في الكلام، الخامة بتاعتهم زي طرية قوي وحلوة قوي وبتدفي وكل حاجة. وما بحبش الحاجة اللي ماسكة على الجسم اللي هي لازقة، بحتاجها في حاجات بسيطة. يعني انا عندي حاجات لازقة على الجسم زي الاحمر ده مثلا،
زي البادي كده. في حاجات بتبقي مضطره ان انت تلبسي حاجه زي كده، لو هتلبسي مثلا سكيرت، هتلبسي مثلا حاجه مش هتبيني الجزء اللي قدام ده، فبتبقى مثلا هتبيني الحته دي، فدي الحاجات دي بتبقى حلوه قوي ان هي بتبقى لازقه على الجسم عشان ما تكلكعش في الهدوم. انما لو هتلبسي حاجه مفتوحه زي كارديجان، زي منتو، زي، فاهمين قصدي؟ فبحب الحاجات دي ليه؟ لانها مش بتحدد شكل الجسم من قدام. لو حد عنده مثلا بطن من هنا او يعني، فاهمين انتوا قصدي؟ طبعا حاجات عايزين نداريها، فده بيبقى حلو قوي لان هو بيداري شكل البطن من قدام، ومش بيفسر الشكل. وهتلاقوني استخدمته في كذا حاجه بعد كده وانا لابساه، هتحبوه عليا جدا. انا عن نفسي بحبه قوي طبعا. والحاجات دي عندي طبعا لون موف، ثواني كده برضو اروح اجيبه لكم. بصوا اللون الموف، ما يعني لو لقيتهم في اي مكان، حتى لو انا مش محتاجاهم في الوقت الحالي، لما بلاقيهم ما بترددش لحظه ان انا اشتريهم. يعني كل الحاجات دي انا جايباها منين؟ من البالة. لو حد يعرف يعني ايه بالة، حاجات كده مش استعمال، حاجات بتبقى خلاص بقى، بتبقى يعني الشركات الكبيره صفتها، فبتتباع في محلات معينه كده. ف ما بستناش بصراحه لما بشوفها كلها حاجات بالتيكت بتاعها كنت بشتريها. ورخيصه وخامتها حلوه جدا. يعني لو لقيتيها في اي مكان يعني ما تفكريش، شيليها كده، هتحتاجيها في اي وقت من الاوقات. ده اللون الموف. وكمان عندي كمان اللون اسود كده بشكل تاني، ليه سوسته كده من ورا، برضو بستخدمه في حاجات، لا عشان ده قصير من تحت، فبستخدمه في حاجات ايه، مش عايزه كلكعه من هنا، فبحب اللي هو يبقى على الوسط. طبعا لو انا هلبس جيبه ولا حاجه فبحط حزام فما بيكلكعش، فبيبقى حلو قوي. وكمان لانه هاف كول كده، فبيريحني في حته الطرحه. وايه تاني؟ برضو باللون الاسود كده عندي كذا حاجه بقول لكم، ما اشتريتهاش طبعا مره واحده، بيبقى مثلا عندي حاجه واشتري عليها حاجه واشتري عليها حاجه. وده برضو لون اسود وفيه لمعه فضي كده، يعني حرفيا مش بستغنى عنه خالص. طبعا احنا فاهمين، لو احنا عندنا الحاجات دي، مثلا لو انا دلوقتي عندي كارديجان زي ده اهو، لون جراي شتوي فيه لمعه كده، بس ده مش ده موضوعنا. وعندي مثلا حاجه زي الجراي اللي انا وريتها لكم، او الاسود او الموف او الاحمر او الالوان اللي انتوا شايفينها كده، ادي اهو على بنطلون جينز، على بنطلون اي اسود، على اي بنطلون تحبيه، عملنا اوتفيت من واحنا مغمضين، وفي نفس الوقت حاجات مش تقيله وتخلينا ماشيين عاملين كده. طيب لو انا مثلا حابه البس الموف، شايفين هيدي شكل تاني مختلف خالص اهو. مثلا لو انا هلبس الموف اهو، شايفين شياكه بقى. بصوا الموف على الجراي. لو انا مثلا حابه ان انا البس اللون ده اللي هو اصفر، بس هو مش اصفر، ده عامل لي فيها اصفر بس هو مش كده كده. تعالى كده يا عم الموف، شايفين كل مره عطى شكل مختلف عن المره اللي قبلها. بصوا شايفين؟ فاهمين؟ يعني احنا ممكن نغير الاوتفيت باكتر من طريقه. يعني انا ما عنديش غير كارديجان واحد بقى، الكارديجان ده واحد مثلا، ما عنديش كتير، بس انا عندي حاجات من دي ياما. على طبعا غيرت البنطلون لبني، غيرت البنطلون اسود، غيرت البنطلون ابيض، على حسب اللي انا عايزه البسه من شكل بنطلون. هيبقى الشكل زي ما انتم شايفين كده مختلف كل مره. طب اسيب الاوتفيت كده؟ لا، اللي برضو بيغير من شكل الاوتفيت ولازم يبقى عندك موجود في الشتاء هي السكارفات. على قد ما تقدري كل ما تلاقي سكارف قدامك اشتريه، لانه فعلا بيدي شياكه للاوتفيت، بيخلي الاوتفيت في حته تانية، وبيغير معاكي برضو الشكل بتاع. يعني بصوا انا هجمع لكم يعني جزء من اللي موجودين عندي كده، وهوريكم الشكل ممكن يتغير. يعني انا حطيت اهو الكارديجان مثلا على حاجه من تحت، سواء رصاصي سواء اي لون، وشوفوا السكارف لما يتحط بيدي شكل مختلف تماما، يعني شياكه. مثلا ده سكارف عندي برضو كنت شارياه من البالة، برضو هو كان طبعا هو مستورد وخامته تحفة صوف، وما كانش غالي، كان ب50 جنيه او حاجة زي كده. فالحاجات دي لما تلاقوها ما تترددوش لحظة. شايفين؟ انا مثلا لبست الجري اهو، عايزة ادي الشكل بقى للاوتفيت او اديله روح. شايفين الجري تحت اهو،
رجعت تاني كنت بفتح الباب معلش. زي ما انتوا شايفين كده، بصوا عطا شياكه. وطبعا اللي موضه اكتر السنه دي السكارفات اللي هي ليها فوليوم كبير، دي بتبقى اشيك من التانية. شايفين عطا، طبعا انت هتحطيها بالطريقه اللي تريحك، بس شايفين درجات الالوان مع بعض. وطبعا بنطلون جينز عليهم، انت عملتي اوتفيت تحفه. والطرحه باللون الجراي مثلا او درجه من درجات الجراي، عملتي حاجه كده من الاخر. طبعا ولو عايزين نغير مثلا الشكل على نفس مثلا الشكل كده، ممكن يبقى سكارف كده. بحبه جدا برضو السكارف ده. في سكارف ولادي خدوه رحله وضيعوه، كنت بحبه قوي، كان لونه اخضر برضه. بصوا شايفين الشياكه، شكل تاني مختلف، مع ان هو الاوتفيت هو ما اتغيرش، بس بصوا السكارفات عطت شكل مختلف تماما للاوتفيت. وممكن كمان سكارف زي ده، شايفين احمر اهو، شايفين الاحمر على الجري، شكله تحفه. واستنى هفردها لكم. كل السكارفات دي عندي بالطريقه اللي انا قلت لكم عليها، شايفين. وطرحه برضو باللون الجراي او اي لون بقى انت تحبي. شايفين الشياكه، وبنطلون جينز او سويت بانس، هيبقى الطقم تحفه. لو انت عايزه سويت بانس مثلا وعليه كوتشي هيبقى تحفه. لو عايزه بنطلون جينز على كوتشي تمام. لو عايزاه تلبسي ده على بنطلون مثلا اسود واللي هو السليم كده ضيق وعلى بوت، هيبقى شياكه برضو. ايه الحاجات التانية اللي لازم برضو تبقى موجودة معانا في الدولاب؟ اول حاجة احنا قلنا البيسك اللي تحت لازم بالوان مختلفة، كل ما تلاقي لون مختلف تجيبيه. تاني حاجة السكارفات بتغير من شكل الاوتفيت تماما. تالت حاجة لازم يكون عندك في الدولاب بنطلون بوي فريند زي ده، لو انت بتحبي تلبسي واسع. طبعا لو مش بتحبي تلبسي واسع اللي هو السليم العادي ده بقى اللي احنا عارفينه، انا بصراحة غيرت كل لبسي، بقيت احب اكتر الواسع، هو موضة اكتر وفي نفس الوقت محتشم. بس لو اضطريت ان انا البس البنطلون الضيق ده، بيبقى حاجه طويله من فوق وسكارف، يعني اللي هو معالم جسمي مش بتبان، يا دوبك بس عشان ابين البوت من الاخر يعني. والبنطلون طبعا الوايد ليج ده برضو لازم من الحاجات اللي تبقى موجوده عندك في الدولاب، واحد وواحد وواحد مع حاجات من فوق كتير، هتظبطي الكلام. ايه برضو الحاجه الاخيره اللي كنت حابه اكلمكم عنها، هو السويت بانز. طبعا لازم يبقى عندك على الاقل واحد اسود في الدولاب ده. اي رحله، اي مشوار خفيف، نازله تشتري حاجه، هتلبسي ده على كوتشي، على اي حاجه من فوق، هيبقى اوت فيت من الاخر. وما فيهوش تفاصيل ياما وسريع، وتقدري تبقي براحتك وانتي ماشيه. بس ده كان فيديو النهارده، كنت حابه اقول لكم الحاجات اللي الاساسيه اللي لازم تبقى موجوده عندنا في دولابنا. لو حبيتوا الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب لو اول مره تشوفوني، وتفعلوا رمز الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بقدمه. بحبكم قد الدنيا بحالها، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. باي باي.